اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير أو صباح الخير وقت ما بتشوف الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب يا حبايبي. النهاردة هنعمل طبعا بما ان الحاجة الجديدة طلعت كده، أكلات الشتاء الجميلة واللذيذة طلعت، فاحنا النهاردة هنعمل القرنبيط بطريقتي أنا. ما شفتهاش مع حد، ولو موجودة يعني أنا ما شفتهاش صراحة. انا هوريكم دي طريقة مامتي، يا رب تعجبكم وان شاء الله باذن الله تجربوها وتحبوها وتكتبولي في الكومنتات. بحب انا اعمل مع القرنبيط، بحب اقشر البطاطس كده واعمله بانيه بالخلطة اللي انا هعملها الجديدة. اديني هقشر معاكم البطاطس كده، والقرنبيط كمان حاجة جميلة جدا، مفيد جدا ومغذي، كله فيتامينات صراحة. كده انا خلصت كمان البطاطس اهو. وهنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي نعمل بقى نقطع القرنبيط مع بعض. هنقطعه ازاي؟ اهي دي الطريقه بقى بتاعتي. انا بحب اقطعه مش كبيره قوي، الزهره بتاعته ما بتبقاش او الورده بتاعته ما بتبقاش كبيره. بحب اعمل الورد بتاعها كله صغير ولذيذ كده، وبقطع الحته اللي من فوق دي علشان السوا بتاعها يبقى مظبوط، علشان كمان من بره بتبقى طريه، الزهره بتاعتها بتبقى طريه، والعرق دوت اسفه، العرق ده بيبقى ناشف شويه، فلازم تشيلي منه حته كده علشان السوا بتاعه يبقى كله مظبوط. اهو بصوا انا هقطع كله، وحاولي بقى بقدر الامكان اللي انت تقطعيه صغير، بلاش اللي انت تعمليه مكعبر كده، المكعبر ده ما بيبقاش لذيذ، وكمان بيبقى تخين كده ما بيبقاش حلو كمان. الخلطة او الدقيق او العجينة لما بنيجي نتبلها بتبقى مش لطيفة، بتبقى من جوه عجين، فانا مش هعملها كده. انا ما بحبش اصلا الحاجة تخينة. انا هوريكي وانا هعملها ازاي. بصوا انا بقطع حتت صغيرة كده على قد الزهرة او على قد الوردة بتاعتي، بقطعها. ولو واحدة كبيرة ومفيهاش اللي انا اقطعها بقسمها نصين، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. اهو انا بوريكم انا بقطعها ازاي، حته بسيطه كده صغيره جدا. بصوا ديت انا معرفتش اللي انا اقطعها ما فيهاش زهره يعني متفسره كده، فقسمتها بالنص عادي جدا. الجيش قالك ايه؟ الجيش قالك اتصرف. واحنا لازم نفنن ونألف طبعا علشان ولادنا وعشان احنا نعرف ناكل الحاجه بنفس. وعايزاكي لما تيجي طول ما انت واقفه طبعا ما تشغليش اغاني، طول ما انت واقفه استغفري ربنا وصلي على الرسول، وهنفضل نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ولو حاجتك في حاجه يعني متعصلجه معاكي، ادعي ربنا كتير وانت واقفه، وان شاء الله باذن الله هتلاقيها اتحلت بامر الله. اتمنى ان انتوا تعملوا كده وتاخدوا ثواب طول ما انتوا واقفين وما بتعملوش حاجة يعني الا غسل المواعين والاكل. اهو انا هنا حطيت حبة مية على البوتاجاز. هحط فيها شوية الكمون، شوية الملح، وهجيب حبة شبت كده وحبة كزبرة هقطعهم في المية، بيدوا طعم جميل جدا وبيدوا ريحة. في ناس كتيرة قوي بتعمل القرنبيط بتحط بس شوية الملح وبتسلقه، فبيدي ريحة مش لطيفة في البيت. لا، حطي حاجتك وبهريها كده، مش هنقول طبعا بهارات ولا الكلام ده كله، لا هو كفاية الملح والكمون وشوية الخضرة، هيدي ريحة في البيت جميل جدا. حطيت البطاطس في الاول عشان طبعا هو اللي هياخد سوا ازيد شوية عن القرنبيط، وهحط القرنبيط بقى يستوي. عايزاكي لما تخشي مطبخك كده مش عايزاكي تشعي كده طاقة سلبية، لا اضحكي وسمي الله وخشي كده ببهجة عشان تطلع معاكي الحاجة كويسة جدا، وبنفس كده راضي كده، وحاجة جميلة اللي انت تعمليها لولادك وحباها. ما تخشيش وانت متعصبة الحاجة معاكي مش هتطلع لطيفة. انا هنا جبت 4 طماطمات وقرن فلفل، ضربتهم كويس جدا 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 من غير مية. من غير ميه ليه؟ علشان انا هحط نص كوبايه اللبن دي معاها يعني، بس مش في الكبه، في الخلطه بتاعتي.
انا كده اهو ضربتها كويس. هجيب البولة بتاعتي، هحط الثلاث بيضات. طبعا البيض واللبن والحاجات ديت على حسب كمية القرنبيطة اللي انت بتعمليها، صغيرة كبيرة، على حسب ما انت هتعملي. حطيت البيض، وحطيت نص كوباية اللبن، وحطيت الفلفل الاسود، وشوية الكمون، وشوية الملح، وشوية الشطة. تمام. تمام. هنيجي نعمل ايه تاني؟ دي مرقة دجاج فورية، حطيها ما تقلقيش، بتدي طعم جميل جدا. ما تقوليش ده مش هعمل حاجة بفراخ، لا بس حطيها، مرقة الدجاج حلوة على فكرة، يعني مش وحشة، هتديكي طعم جميل. تمام كده. تمام. هحط بقى الطماطم، وهفضل اقلب كده، ادخل كل المكونات دي في قلب بعضها. وهحط ايه كمان؟ هحط شوية الدقيق بتاعتي، انا مش عايزاها تقيلة زي العجين، انا عايزاها اخف من الخليط بتاع الكيكة شوية. اهو انا هفضل اظبط الدقيق. هحط ايه؟ هحط سنة بيكنج باودر، يعني زي نص معلقة كده بيكنج باودر، وربع معلقة بيكربوناتو او الكربوناتو، هيديكي حاجة كده هشة وطعمها جميل ومقرمشة وزي الفل. هحط ايه تاني على الخلطة ديت؟ هحط شوية الخضرة دي معايا، حزمة بقدونس وحزمة كزبرة وحزمة شبت. تمام كده. تمام. قولوا تمام معايا، ما تناميش. انا مرضتش اسرع لك الفيديو كتير علشان تفهمي كل حاجة او كل خطوات انا بعملها، سهلة وبسيطة ومش هتاخد في ايدك اصلا، يعني الحكاية كلها اللي انت تخشي المطبخ نص ساعة تكوني مخلصة اكلك وزي الفل. انا هنا اهو عملت الخضرة. هحط شوية خضرة في الخليط بتاعي او الخلطة بتاعتي. وهروح اعمل ايه؟ هروح كمان اطلع بقى القرنبيط، وهعمل شوية سلطة. انا بحب السلطة جنبها جدا يعني. اهو. تمام. تمام. بصوا، مش خفيفة ومش تقيلة، سمكها حلو، اخف من خليط الكيكة شوية. اهو القرنبيط، ده انا كنت مطلعه القرنبيط ده، انا نسيت. عملت حبة السلطة الجميلة ديت. اعملي اللي انت عايزاه، والخضرة اللي انت عايزاها، والخضرة اللي انت حباها. البطاطس اهو قطعتها في قلب الخليط علشان اخد منها واحط على طول في الزيت. هحط شوية بطاطس كمان، انا ولادي بيحبوا البطاطس البانيه دوت بالخلطة دي، بيبقى جميلة جدا. عايزة اقولك ان الخلطة مش هتقع منه، مش هتسيل في الزيت، هتبقى فل الفل. الزيت معايا سخن، انزل بقى واحدة واحدة بالبطاطس بتاعتي. انا مرضتش اللي انا اوريكم اللي انا حطيت البطاطس اهو واجري بالفيديو اكون حضرت الحاجة، لا، انا هوريكم طاسة واتنين للبطاطس، وهوريكي كمان طاسة القرنبيط. مفيش حاجة هتقع مني، كل حاجة هتطلع بالطبقة بتاعتها زي الفل ومتماسكة ولذيذة ومش ناقصها اي حاجة. حطيت بقى في الاطباق بتاعتي شوية بقية الخضرة بتاعتي عشان اطلع البطاطس والقرنبيط عليها. جربي الطريقة ديت جميلة، دي طريقة مامتي حبيبتي، وبصراحة ما بنغيرهاش. ما بنحبش بقى نعملها طاجن قرنبيط، قرنبيط بالصلصة، الكلام الفاضي دوت احنا ما بنحبوش. احنا بنحب الطريقة ديت، بتبقى جميلة، احنا متعودين عليها ومتربيين عليها. ربنا يبارك لنا في عمر امهاتنا يا رب، واللي امه متوفية يدعيلها بالرحمة ويفتكر لها كل حاجة حلوة هي كانت بتعملها له يعني. ربنا يخليهم لنا ويرحم كل امواتنا واموات المسلمين يا رب. معلش عندي شوية برد صغيرين كده، ان شاء الله يروح. تمام كده. بصوا اللون جميل، بصوا القشرة كمان جميلة وزي الفل. هنسكت على كده؟ لا، هنعمل طاسة بطاطس تاني، وبعد ما تطلع ان شاء الله هنعمل طاسة قرنبيط. جربي الخلطة ديت. الخلطة ديت في ناس كتيرة قوي بتيجي تعملها بدقيق ومية والملح والفلفل والكمون والكلام ده كله وشكرا.
لا، بهاري حاجتك وحيقيها، هتطلع معاكي لذيذة وطعمها مختلف عن اي اكل بتاكليه بره. اهو انا كده اهو قربت اخلص. بصوا اللون جميل والله. الاضاءة عندي بس ضعيفة، ربنا يكرم ان شاء الله وهزود اضاءة وتشوفوا بقى الالوان الجميلة اللي انا بعملها والاشكال اللذيذة. انا معظم اكل تقليدي، دي حاجتي وده اكل اللي انا بعمله، ما بفننش علشان اطلع في القناة. دي حاجتي، ولما بفنن هقول لكم انا عملت ايه وجربتها قبل كده ازاي، هقول لكم كل حاجة بصراحة. ده هو كمان هاجي هحط بقى، هعمل بطاطس بس هفصل وهرجع ليكم بالقرنبيط. انا كده خلصت البطاطس وهعمل القرنبيط. بصوا الخلطة بقى هتطلع على القرنبيط، المفروض بقى نسيل بقى وتنزل في الزيت بقى وما تمسكش في القرنبيط، لا لا لا. شوفوا اللون بتاعه في الاخر وشوفوا الطبقة بتاعته، هتلاقيها زي الفل. اتمنى لو الفيديو عجبك تعملي لي سبسكرايب وتعملي لي لايك وتعملي كمان تفعلي لي الجرس عشان كل ما انزل حاجة جديدة يا قمرايا تجيلك على طول. بصوا حاجة كده ايه يا سيدي. اهو انا بس بهز الطاسة كده. بصوا اللون، بصوا اللون، شايفين ولا مش شايفين؟ قولوا بقى شايفين واكتبوا لي بقى في الكومنتات حاجة تفرحني، انا زعلانة منكم جدا. بصوا الجمال يا جماعة، بصوا حبايبي، الناس الحلوة وحبايبي انا هوريهم حاجتي اللي انا بعملها الجميلة دي. الناس اللي حبايبي برضو بس من الناحية التانية هم هيشوفوا بس مش هيعلقوا. حبايبي بس هم اللي هيعلقوا لي. هشوف بقى كم واحد بقى بيحبني وكم واحد انا بحبه هيعلق لي. ما تستخسريش فيا اللايك وما تستخسريش فيا الكومنت العسل بتاعك. بصوا ايديك على طول في البوتاجاز علشان الزيت ما يقعدش كده ويبلط معاكي على البوتاجاز، يبقى هو والبوتاجاز صديقك في المطبخ. اهو لازم تبقى ايدينا كده جميلة في الحاجة بمنديل بفوطة، ومسحي حوالين حاجتك ونضفي مطبخك وخليه زي الفل. ان الستات الشاطرة الجمال البنوتات الجميلة هما طبعا اللي هيعملوا كده. بصوا اللون، بصوا الشكل، وبصوا الحلاوة يا بناتي. عسل، ما هو العسل بيعمل العسل، انا عسل وبعمل حاجاتي عسل. بصوا اللوز. انا كده وصلت لاخر الفيديو عشان ما اطولش عليكم. سلطتي موجوده، زيتوني موجود، بطاطسي وقرنبيطي زي العسل. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا انا بوريكم اهو. بصوا الطبقه عسل ازاي، انا اللي بشيلها عشان اوقعها. بصوا القرنبيط صغير ازاي وزي العسل. بألف هنا وشفا لينا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.